وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى أمرنا بطاعته وبطاعة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونهانا عن اتباع الهوى واتباع خطوات الشيطان. فما هي طاعة الله وما هي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نطيع الله وكيف نطيع رسوله عليه الصلاة والسلام؟ طاعة الله هي أن تأتمر بما أمرك الله، بأن تنفذ ما أمرك به الله، وأن تنتهي عما نهاك الله عنه، وأن تحرم ما حرم الله عليك ولا تقترفه، وأن تفعل ما أمرك الله تعالى بفعله وتحرص على ذلك. وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أن تطيعه أيضا بما أمر، وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر، وأن تتبع سيرته ومنهجه وسنته قولا وعملا وتقريرا. فها هي طاعة الله. مثلما اليوم ولله المثل الأعلى، الولد إذا أمره أبوه بشيء أطاعه ونفذه، وإذا لم يطع أمره عاقبه. والله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرب وهو الإله، وطاعته أولى وطاعته أفرض وألزم. فإذا أطعنا الله تعالى بكل ما أمرنا به. أخي الكريم، اترك تلاوة القرآن، ما يصير وقت الخطبة. تلاوة القرآن أثناء الخطبة ما يجوز، لأنه لغو عن الخطبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. جزاكم الله خير. فإذا أطعنا الله تعالى بما فرض علينا وانتهينا عما نهانا عنه، جازانا وأدخلنا في رحمته وأدخلنا جنته في الآخرة. وإذا لم نطعه بأن عصينا أمره ولم نفعل ما أمرنا به وارتكبنا ما نهانا عنه، عاقبنا في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. هذا أمر. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، أي لا تعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسوله وأنتم تسمعون طاعته وأمره. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذه كلها آيات تأمرنا بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك جعل الله تعالى حبه في طاعته وطاعة رسوله واتباع رسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك هم الفائزون. ولطاعة الله ثمرات عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. فما هي ثمرات طاعة الله؟ تعالوا لنعرفها في هذه الدقائق المعدودة. أولاً، أولى ثمرات طاعة الله ورسوله هي علامة على الإيمان. الذي يطيع الله ورسوله دليل على أنه مؤمن، ولو لم يكن مؤمنا لم يطع الله ورسوله. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين بالله وبرسوله
فأطيعوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثمرات طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أنها سبب لدخول الجنة. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. الفوز العظيم هو الفوز بالجنة، وأن سبب دخول الجنة هو أن نطيع الله ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثمرات طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أن العبد المطيع لله والمطيع لرسوله صلى الله عليه وسلم يجعله الله تعالى في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أي في الجنة. اسمع قول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أي في الجنة، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن ثمرات طاعة الله وطاعة رسوله أنها سبب لرحمة الله تعالى. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، أي لعل الله يرحمكم بطاعته وطاعة رسوله إذا أطعتم الله ورسوله، فإذا سبب لرحمة الله لنا، وكذلك سبب للفوز والفلاح. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله. إذن قرن طاعة الله طاعة الرسول بطاعة الله. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يطع الله والرسول ويخشى الله، أن يخاف الله ويتقي الله، فهذا جعله الله من الفائزين في الدنيا والآخرة. وكذلك من ثمرات طاعة الله وطاعة رسوله أنها سبب لهداية المسلم المطيع. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، أي إذا أطعنا الله وأطعنا الرسول يهدينا الله إلى الطريق المستقيم. وإن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم سبب للثبات وسبب للقوة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، أي الكفار في المعركة، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. جعل الله طاعته وطاعة رسوله سببا للقوة والثبات والنصر عند ملاقاة الأعداء، وجعل عصيانه وعصيان رسوله صلى الله عليه وسلم والاختلاف والفرق بين المسلمين سبب للتنازع والفشل والهزيمة والضعف. وهذا ما يحصل لأمة الإسلام اليوم لما عصينا الله وعصينا رسوله وجاهرنا بالمعاصي واختلفنا فيما بيننا وتفرقنا فيما بيننا ولم نلتزم طاعة الله ولا طاعة رسوله، تنازعنا ففشلنا فضعفنا فانتصر علينا الأعداء. فإذا طاعة الله وطاعة رسوله واجبة عباد الله، وإن الله تعالى قضى وأمر وألزم بطاعته وطاعة رسوله، ومن لم يلتزم أمر الله ولم يلتزم ما قضى الله به وما أمر الله تعالى به فإنه سيعذبه ويعاقبه في الدنيا والآخرة. وإن الله تعالى جعل لنا دين الإسلام منهجا عظيما
منهجا عظيما ومنهجا قويما يستضيء به المسلم في حياته الفردية والجماعية، أي كان فردا أو جماعة نستضيء بها في هذه الحياة، فيهدينا الله إلى صراطه المستقيم وطريقه القويم، فينجينا من مهالك الدنيا وفتنها، وينجينا في الآخرة من عذابه. وإن الله تعالى عباد الله ألزمنا بطاعته وطاعة رسوله، وجعلها سبب لقبول الأعمال وسبب لمرضاته والنجاة من النار. وأمرنا سبحانه وتعالى بأن نعبده وحده لا نشرك به أحدا، وأن نخلص الدين لله، وكذلك أمرنا أن نحرص على عباداته من صلاة وصيام وزكاة وحج. فإذا التزمنا طاعة الله حفظنا الله ورحمنا الله وفزنا في الدنيا والآخرة. فيجب علينا عباد الله أن نطيع الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي إلا من رفض أن يدخل الجنة. فقال الصحابة: ومن يأبى يا رسول الله؟ من الذي يمتنع من دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد امتنع عن دخول الجنة. اللهم اجعلنا لك طائعين، واجعلنا لرسولك متبعين مقتدين به يا رب العالمين، وتوفنا على طاعتك وطاعة رسولك. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم وادعوه يستجب.